بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده مع ابونا الغالي ابونا يسطس الانطوني، وهو اتولد سنة 1910 بقرية بجوار دير المحرة بمحافظة أسيوط، وعمل مع والده ترزي، وكبر في النعمة اللي ربوه عليها، وكمان اتعلم اللغة القبطية في الكنيسة وأصبح شماس وحفظ اللغة القبطية كلها. ولما اشتاق لحياة الرهبنة راح لدير الأنبابولة وقعد فيه 2 سنين تحت الاختبار، وبعد كده راح دير الأنبا أنطونيوس ورسم هناك راهب، بقى راهب كويس في سنة 1941. وفي جهاده ما كانش بينام من الليل ودايما منتظر لقاء ربنا، ويفضل ينام على جذع الشجرة عشان ما ينامش، ويفضل طول الليل مصلي ربنا بالمزامير والأدعية لربنا. وكان كل اللي يسأله يقوله الساعة كام الساعة كام. وكان لما تحاربه الأفكار الشيطانية دايما يصلي الصلاة الرهبانية بصوت عالي جدا عشان تهرب منه الأفكار الشريرة. وكان بيحفظ المزامير والكتاب المقدس وأسفار اللي فيها بولس، وكان بيحب يقرأ الكتاب المقدس باللغة القبطية. وكان بيكتفي بأكله البسيط، وكان باقي أكله بيوزعه على القطط وكل اللي حواليه، ويكتفي ببواقي المائدة ويبلها في المية وياكلها. وعشان كده عاش طول عمره فقير، معهوش فلوس، معهوش أي حاجة، سايب كل رجاء على ربنا، ودايما يقول عبارة نشكر الله نشكر الله. وكان دايما سهران في الكنيسة، يدق الجرس بتاع الكنيسة ويصحى من بدري ويصحي الرهبان عشان عمايل القداس. وكان يقف زي الجندي في أثناء القداس لغاية لما بيحصل تناول، وكان دايما يقول ساعة التناول نور ونار. وعشان الأمانة دي ربنا حمله إن هو يعرف أسرار المخفية عن كل الناس قبل حدوثها بكتير. ومن حروب الشيطان عليه إنه أعمى عينيه 15 يوم كاملة، لكن ربنا نور عينيه تاني وعاش أحسن من الأول كتير. وعشان ربنا بيحبه قبل نياحته مرض لبضع ساعات بس، وبعديها تنيح، والرهبان راحوا حملوه لحجرة من حجر الدير، وكان ده في 17 ديسمبر 1976. وفي نياحته انبعث نور كبير قوي من القبر، حتى ان كل الجنود من على بعد شافوه وافتكروه احتفال كبير. وبركة أبونا يسطس الأنطوني تكون معانا ومعاكم، ودايما نشكر الله نشكر الله على خيره في قديسيه، والمجد لله دائما أبديا آمين. واذكرونا دايما في صلواتكم، ومتنسوش تشاركوا معانا في قناة نور القديسين. فرح يا رب.